بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في قناة الأسطورة في الجغرافيا السياسية والتاريخ لطلبة الصف الثالث الثانوي دفعة 2024. هنحل النهاردة مع بعضينا الجزء الأول من الفصل الرابع وبعنوان أحوال مصر قبل ثورة 1919. السؤال الأول بيقول: فتحت أي من الأحداث الآتية الباب لتفجير حالة الكبت التي عانى منها المصريون بسبب الإجراءات البريطانية في العقد الثاني من القرن العشرين. طبعا لما قامت الحرب العالمية الأولى بريطانيا اتخذت بعض الإجراءات في مصر. طب إيه الحدث اللي فتح الباب لتفجير حالة الكبت؟ يعني إيه تفجير حالة الكبت؟ يعني خلى المصريين بعد كده يخرجوا يعبروا عن كل اللي محتاجينه وكل اللي معارضينه ورافضينه في مصر. هل قيام الحرب العالمية الأولى، ولا عزل مصر عن الدولة العثمانية، ولا إعلان هدنة لوقف الحرب العالمية، ولا دخول تركيا الحرب ضد بريطانيا؟ طبعا هنا الإجابة المفروض هتكون جيم، وهي إعلان هدنة لوقف الحرب العالمية. تمام؟ إزاي هتكون الأولى؟ قال لك هنا الأحداث الآتية فتحت أي من الأحداث الباب لتفجير حالة الكبت التي عانى منها المصريون بسبب الإجراءات. طبعا الكبت اللي يعاني منه المصريين إن هم يعبروا عن مطالبهم، اللي هو إلغاء الحماية البريطانية وإلغاء الأحكام العرفية. فطبعا إعلان هدنة لوقف الحرب العالمية كان هو السبب اللي يخلي المصريين بعد كده يعبروا عن طلباتهم. تمام كده يا شباب؟ سؤال رقم 2 بيقول: خالفت أي من إجراءات بريطانيا التي قامت بها أثناء الحرب العالمية الأولى بنود معاهدة لندن 1840 الخاصة بوضع مصر. مين من الإجراءات اللي عملتها بريطانيا اللي قدامك تمام خالفت نصوص معاهدة لندن أو تسوية لندن 1840؟ هل عزل عباس حلمي وتعيين حسين كامل، ولا فرض الحماية البريطانية على مصر، ولا إلغاء جلسات الجمعيات التشريعية، ولا تجنيد المصريين كسرا في الحرب؟ هنا المفروض هنختار عزل عباس حلمي وتعيين حسين كامل. واخدين بالكم؟ لأن طبعا بنود معاهدة لندن 1840 إن كان عزل الحاكم أو تعيين حاكم آخر ده كان يبقى بإرادة السلطان العثماني وليس بريطانيا. تمام كده يا شباب؟ السؤال رقم 3 بيقول: في 18 أكتوبر 1918 وضعت الحكومة قانونا لمنع التجمهر والعقاب عليه، فاعتبرت كل اجتماع من 5 أشخاص في طريق عمومي تجمهرا يعرض أصحابه للحبس. حدود دراستك استنتج يعد القانون السابق تمهيدا لقيام إنجلترا بأي من الإجراءات التالية: هل إعلان الحماية على مصر، ولا تولية السلطان حسين كامل، ولا تعطيل الجمعيات التشريعية، ولا فرض الأحكام العرفية؟ طالما أنت بتمنع التجمهر وتمنع حرية المواطنين يبقى ده معناه أحكام عرفية يا شباب، اللي هو قانون الطوارئ. تمام كده؟ ده السؤال رقم 3 د. السؤال رقم 4 بيقول إيه؟ السؤال رقم 4 عاد بيقول: في 7 نوفمبر 1914 أعلن الجنرال ماكسويل قائد القوات البريطانية أن سبب دخول إنجلترا الحرب هو الدفاع عن الحقوق التي اكتسبها محمد علي واستمرار تمتع مصر بالسلام والرخاء. طبعا ماكسويل قائد القوات البريطانية قال إن إنجلترا داخلة الحرب اللي هي الحرب العالمية الأولى عشان تدافع عن الحقوق اللي اكتسبها محمد علي واستمرار تمتع مصر بالسلام والرخاء. بتحليل المعلومات السابقة تجد أن ماكسويل أراد تبرير قيام إنجلترا بأي من الإجراءات التالية: عزل مصر عن الدولة العثمانية، ولا تغيير لقب حاكم مصر، ولا تعطيل جلسات الجمعيات التشريعية، ولا التعاون مع جيش فرنسا في الحرب. طبعا هنا ماكسويل لما قال سبب دخول إنجلترا الحرب هو الدفاع عن الحقوق اللي اكتسبها محمد علي، يعني يبقى مصر السيادة مستقلة. تمام، يبقى عزل مصر عن الدولة العثمانية. يبقى الإجابة هنا ألف، ما تبقاش تابعة تاني للسلطان العثماني. السؤال رقم 5 بيقول: قرر مجلس النظار المنعقد في 5 أغسطس 1914 اعتبار هذه الدولة دولة معادية للقطر المصري. تمام؟ تشير المعلومات الواردة في الوثيقة السابقة لأي من الدول التي شاركت في الحرب العالمية الأولى؟ فرنسا، أمريكا، الهند، ألمانيا. طبعا اعتبار هذه الدولة معادية للقطر المصري يعني معادية لبريطانيا، لأن بريطانيا فرض الحماية البريطانية على مصر. يبقى ألمانيا، عشان ألمانيا كانت ضدهم، ألمانيا كانت تبع قوة المحور.
ومع الدولة العثمانية. تمام كده؟ السؤال رقم 6 بيقول تعرف كلمة فرمان بأنها أمر واجب النفاذ يختص بالسياسات العثمانية في ولاياتها. طبعا كلمة فرمان ده أمر من السلطان العثماني ولازم يتنفذ. بيقول جردت إنجلترا الدولة العثمانية الحق السابق بموجب مؤتمر الأستانة ولا الحرب العالمية الأولى ولا تصريح 28 فبراير 1922 ولا الوفاق الودي 1904؟ طبعا هنختار الحرب العالمية الأولى. ليه؟ لأن في الحرب العالمية الأولى تم إلغاء تبعية مصر للدولة العثمانية، يعني خلاص مصر مش هتبقى خاضعة للسلطان العثماني. تمام، وهتبقى خاضعة لحاكم مصر. يبقى إلغاء تبعية مصر للدولة العثمانية هي أهم الإجراءات اللي تؤكد سقوط كلمة فرمان، يعني خلاص أمر السلطان مش هيمشي على مصر. تمام كده يا شباب؟ سؤال رقم 7 بعد كده يا شباب بيتكلم على أن بريطانيا تقف اليوم للدفاع عن حقوق مصر التي كسبها محمد علي من الدولة العثمانية، وتتمنى أن يتفهم الأهالي ذلك فلا يقومون بأية أعمال عدائية تعكر السلام في القطر المصري. صدرت التعليمات السابقة على لسان قائد القوات البريطانية ويصح أن تكون في أي من المناسبات التي درستها. طبعا بريطانيا بتقف اليوم للدفاع عن حقوق مصر التي كسبها محمد علي من الدولة العثمانية وهي الاستقلال، وتتمنى أن يتفهم الأهالي ذلك فلا يقومون بأية أعمال عدائية تعكر السلام في القطر المصري. تمام؟ التعليمات السابقة صدرت على لسان قائد القوات البريطانية ويصح أن تكون في أي من المناسبات. هل في أعقاب تسوية لندن 1840 ولا دخولها اسكندرية 82 ولا بداية الحرب العالمية الأولى ولا أثناء معركة رشيد؟ طبعا الأفضل هتختار جيم بداية الحرب العالمية الأولى، لأن الكلام معناه إن مش هنخلي مصر تابعة للسلطان العثماني وهتبقى دولة مستقلة ذات السيادة، واخدين بالكم؟ عن الدولة العثمانية، يعني إلغاء التبعية العثمانية، وده الأمر اللي كان بيحلم بيه محمد علي، ودي أمر كان بيكتسبه محمد علي. تمام كده؟ السؤال رقم 8 بيقول يا 8 بيقول حاول محمد علي الانفصال عن الدولة العثمانية وهو ما تكرر على يد سعد باشا زغلول، لكن ما يميز الثاني عن الأول سعد زغلول إيه اللي يميزه في حتة الانفصال عن الدولة العثمانية عن محمد علي؟ هل تلقيها دعم عسكري خارجي ولا ارتباط المحاولة بالنظريات القومية ولا استجابة القوات الدولية للمحاولة ولا الامتزاج بمشروع تنمية اقتصادية؟ طبعا يا جماعة ارتباط المحاولة بالنظريات القومية، يعني سعد زغلول الوقت اللي هو عايز يخلي مصر بعيدة عن أي حد خالص، كانت بريطانيا في نفس الوقت عايزة تلغي تبعية مصر عن الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية كانت داخلة الحرب ضد مين؟ ضد مين؟ بريطانيا طبعا. السؤال رقم 9 اختلفت قيادة سعد زغلول للحركة الوطنية عن مصطفى كامل من حيث. تعال نشوف. اختلفت قيادة سعد زغلول للحركة الوطنية عن مصطفى كامل من حيث حمل طموحات الأمة ولا محاولة كسب تأييد الغرب ولا الحفاظ على الولاء الديني ولا استغلال القيادات الحرفية. طبعا سعد زغلول قيادته اختلفت عن مصطفى كامل في استغلال القيادات الحرفية، استغلال القيادات الحرفية. واخدين بالكم ان طبعا سعد زغلول كان مخلي كل طوائف الشعب المصري بيشاركوا معاه في المظاهرات وبيشاركوا في تقويض سواعد الحركة الوطنية. تمام كده؟ اللي هم طبعا الفلاحين والمثقفين وكله. السؤال رقم 10 استنتج سبب اشتراك الفلاحين في ثورة 19. طبعا الفلاحين اشتركوا في ثورة 19 ليه يا شباب؟ بسبب تحملهم تكلفة الحرب العالمية الأولى ولا إعلان الأحكام العرفية وكبت الحريات ولا رفضهم لعزل الخديوي عباس حلمي الثاني ولا تمسكهم بالانتماء للدولة العثمانية. طبعا الفلاحين اشتركوا في الحرب العالمية الأولى بسبب تحملهم تكلفة الحرب العالمية الأولى، لما شاركوا في الحرب واتخذ منهم المواشي والمحاصيل والأسعار ارتفعت عليهم بتاعت كل حاجة حتى المواصلات. السؤال رقم 11 بيقول ايه في السؤال رقم 11 يا شباب؟ بيقول مشاركة الطلاب والمثقفين في ثورة 19. مشاركة الطلاب والمثقفين في ثورة 19 دليل على فشل إنجلترا فيها في السيطرة على الجيش ولا فرض الأحكام العرفية ولا عزلة مصر الحضارية ولا نجلزة عقول المصريين. طبعا نجلزة عقول المصريين. لو كان في فئات من الشعب المصري اشتركت وفئات لا، يبقى معناها كده ان بريطانيا خلت الثقافة البريطانية والانتماء البريطاني في دم الشعب، لكن ده ما حصلش، يبقى كده هي فشلت
في فرض نظام النجلزة على عقول وأفكار المصريين. السؤال رقم 12 يا شباب بيقول تعد أي من الإجراءات التي قامت بها إنجلترا أثناء الحرب العالمية الأولى استكمالا لإجراءاتها التي وضعتها بداية الاحتلال. إيه الحاجة اللي عملتها بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى شبه اللي عملته مع بداية الاحتلال؟ هل تعطيل الجمعيات التشريعية، ولا فرض التجنيد الإجباري، ولا الاستيلاء على الأقطان، ولا تغيير حاكم مصر؟ طبعا يا شباب هنختار تعطيل الجمعية التشريعية، لأن لما احتلت بريطانيا مصر لغت مجلس النواب وعملت مجال السورية، وهنا برضو عطلت الجمعية التشريعية، وده لا يتناسب مع حرية المواطنين. سؤال رقم 13 بيقول ايه في 13؟ حدثت فجوة بين الأسعار والدخول في مصر في عدة فترات يخرج منها. حصل فجوة بين الأسعار والدخل في عدة فترات، مين اللي بيخرج عنها؟ يعني مين الفترة اللي ما حصلش فيها مشاكل في الأسعار ولا الدخل في مصر؟ يخرج عنها يعني مش تبعها. الحكم العثماني، ولا تطبيق الاحتكار، ولا الباب المفتوح، ولا الحرب العالمية الأولى؟ الحكم العثماني والباب المفتوح الاثنين دمروا الدنيا، والحرب العالمية الأولى دمرتها أكتر، لكن تطبيق الاحتكار محمد علي هو الإجابة الصح، لأن خلى في اكتفاء ذاتي في الشعب المصري. طيب السؤال رقم 14، يبقى هنا 13 الإجابة ب. 13 ب يا شباب. 14 الأفعال دائما أبلغ من الأقوال، صدق ما تراه وانسى ما تسمعه وما أظهرته أي من الأحداث التالية. الفعل دائما أبلغ من الكلام، وصدق اللي تشوفه بعينك مش اللي تسمعه، وده ظهر في أي الأحداث الآتية: إجراءات إنجلترا عقب عزل عباس حلمي الثاني، ولا مواقف الدول الكبرى في مؤتمر الصلح في باريس، ولا طلب سعد زغلول للحصول على تفويض الشعب، ولا توجهات السلطان حسين كامل من الاحتلال البريطاني. طبعا هنا يا شباب هنختار الإجابة ب. ليه؟ لأن كل الدول الكبرى بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكي ويلسون، كل بالذات يعني كان بيدور على استقرار الشعوب واستقلالها، ولكن في مؤتمر الصلح حدث عكس ما يتوقع البشر. يبقى هنا ما نصدقش اللي نسمع، نصدق اللي نشوفه بس. السؤال ده مهم جدا. السؤال رقم 14 الإجابة ب، مهم جدا. السؤال رقم 15 بيقول ترتب على دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى. طبعا لما الدولة العثمانية دخلت الحرب العالمية الأولى يا شباب، هل تغير وضع مصر السياسي، ولا ظهور شعار مصر للمصريين، ولا تدعيم الروابط الوطنية، ولا تقرب إنجلترا من المصريين؟ طبعا هنا يا شباب لما دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى تم عزل الخديوي عباس حلمي الثاني وتعيين حسين كامل الذي حصل على لقب سلطان 1914 لحد 1917 ومات من 14 ل 17. يبقى تغير وضع مصر السياسي بعزل عباس حلمي الثاني. سؤال رقم 16 بيقول استمرت مصر تحت الحماية البريطانية لفترة من. طبعا مصر خضعت للحماية البريطانية من 1914 الحرب العالمية الأولى، تمام، حتى تصريح 28 فبراير 1922. تمام كده يا شباب. يبقى هنا الإجابة رقم 16. هل دخول الاحتلال البريطاني حتى الحرب العالمية الأولى؟ طبعا غلط. ولا تطبيق تصريح 28 فبراير حتى معاهدة 36، ولا بداية الاحتلال حتى تصريح 28، ولا نشوب الحرب حتى تصريح 28؟ طبعا نشوب الحرب حتى تصريح 28 فبراير 1922. يبقى الإجابة رقم 16 هتكون د، من بداية الحرب حتى تصريح 28 فبراير 1922 اللي هي الحرب العالمية الأولى لحد تصريح 28 فبراير 1922 كانت مصر خاضعة للحماية البريطانية، يعني خضوع مطلق. تمام. سؤال رقم 17 فرض الإنجليز الأحكام العرفية على مصر خلال معارك الحرب العالمية الأولى، وقد تعرضت مصر لنفس الأحكام من قبل خلال حادثة دنشواي، وزارة رياض، حادث قصر النيل، ضرب الإسكندرية. طبعا يا شباب الأحكام العرفية اتفرضت على مصر خلال معارك الحرب العالمية الأولى، ومصر تعرضت لنفس الأحكام العرفية من خلال إيه؟ من خلال هنختار ضرب الإسكندرية اللي هي بعد حدوث مذبحة الإسكندرية ومؤتمر الأستانة، لما قامت بريطانيا بفرض الأحكام العرفية وضرب مدينة الإسكندرية لما الحكومة المصرية رفضت إنها توحوش الحصون والمدافع المتحطة على سواحل الإسكندرية. يبقى ضرب الإسكندرية 1882. سؤال رقم 18 بيقول هناك ارتباط بين ظهور قوى دولية جديدة أبان الحرب العالمية الأولى. طبعا في ارتباط بين ظهور قوى دولية جديدة أثناء الحرب العالمية الأولى واستعادة المصريين الأمل في تحرير بلادهم،
ولا تحقيق الباب العالي لانتصارات عسكرية، ولا ظهور ملامح الحياة الحزبية في مصر، ولا تمكن الحركة الوطنية من جلاء الاحتلال؟ طبعا هنا هنختار استعادة المصريين الأمل في تحرر بلادهم. طبعا لما ظهرت قوة دولية جديدة اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، اتمسك المصريين بقرارات الرئيس الأمريكي ويلسون، فهنا المصريين هيستعدوا الأمل في تحرير بلادهم من الاحتلال، اللي هو حضور مؤتمر الصلح في باريس. يبقى ارتبط بالحرب العالمية الأولى اللي هي الولايات المتحدة، يعني مصر اتمسكت بها، اللي هي أفكار ويلسون ال 14 مبدأ. سؤال رقم 19 بيقول: يدل تعيين حسين كامل تحت مسمى جديد على إنهاء حكم أسرة محمد علي لمصر، ولا المساواة بين لقب حاكم مصر وتركيا، ولا طمأنة المصريين على استمرار الخلافة العثمانية، ولا تطبيق النظام السائد في بريطانيا على مصر؟ طبعا تعيين حسين كامل خد لقب سلطان بعد عزل عباس حلمي الثاني، وكده شبه بيجي في اللقب زيه زي السلطان العثماني. يبقى المساواة بين لقب حاكم مصر وتركيا، هنا سلطان وهنا سلطان، ما ينفعش سلطان يحكم سلطان. يبقى هنا الإجابة رقم 19 ب. 20 بيقول: 20 ارتبط ظهور مصطلح الجامعة المصرية. السؤال ده مهم جدا يا شباب. ارتبط ظهور مصطلح الجامعة المصرية بأي مما يأتي: تغيير الانتماء السياسي، ظهور مبادئ الرئيس ويلسون، مساندة الحلفاء في الحرب، ولا دخول الدولة العثمانية الحرب؟ طبعا هنا يا شباب السؤال رقم 20 هنختار ألف. ليه اخترنا ألف؟ بدل ما كان عندنا انتماء سياسي للدولة العثمانية، هيبقى عندنا انتماء سياسي لمين؟ لحاكم مصر. يبقى تظهر الدولة القومية المصرية اللي هي الجامعة المصرية، يعني هيبقى الولاء لحاكم مصر وليس للدولة العثمانية. حكاية خلافة إسلامية وخلافة عثمانية انتهت. تمام كده؟ سؤال رقم 21 كان زعيم الحركة الوطنية المصرية عند قيام الحرب العالمية الأولى في استضافة كان زعيم الحركة الوطنية عند قيام الحرب العالمية الأولى في استضافة مين؟ دولة الخلافة، دولتي الوفاق، تحالف الوسط، ولا الدولة السعودية؟ طبعا زعيم الحركة الوطنية المصرية عند قيام الحرب العالمية الأولى كان في استضافة دولة الخلافة، ولا دولتي الوفاق، ولا التحالف الوسط، ولا الدولة السعودية؟ طبعا هنختار هنا تحالف الوسط. واخدين بالكم؟ لما قامت عند قيام الحرب كان لسه في طبعا انتماء للدولة العثمانية، وبعد كده عاد لما تم إلغاء تبعية مصر الدولة العثمانية بيجي هنا ما عندناش تبعية ليهم. يبقى في البداية كنا متحالفين لدول الوسط اللي هي الدولة العثمانية اللي كانت تبع ألمانيا وياه والنمسا والمجر. سؤال رقم 22 يبقى 21 جيم. ارتبطت أي من الأحداث التاريخية التالية بمصطلح القمع؟ السؤال ده مهم جدا. مين في العبارات دي بتعبر عن كلمة القمع؟ يعني الشدة والعنف والاضطهاد. هل تعيين الملك أحمد فؤاد الأول، ولا بدء المفاوضات المصرية البريطانية، ولا السماح للوفد بالسفر إلى مؤتمر الصلح، ولا منع انعقاد الجمعية التشريعية لممثلي الشعب؟ طبعا كلمة قمع يعني تمنع حرية الناس، تشد عليهم، تستخدم الاضطهاد الظلم. يبقى منع انعقاد الجمعية التشريعية لممثلي الشعب، أو تساوي كلمة فرض الأحكام العرفية. السؤال رقم 23 بيقول: كان الهدف الحقيقي للرئيس الأمريكي ويلسون من إعلان مبدأ حق تكرير المصير. الرئيس الأمريكي ويلسون لما أعلن مبادئ حق تكرير المصير، مبدأ حق تكرير المصير أثناء الحرب العالمية الأولى، كان هدفه تحرير الدول من الاستعمار، إرساء المبادئ الليبرالية، استغلال طموحات الشعوب، ولا فتح أسواق لمنتجات بلاده؟ فهنا طبعا هو عايز يزيط، عايز يكسب كل اللي حواليه ويعمل لنفسه صوت، لأن أمريكا ما كانش لها صوت. يبقى استغلال طموحات الشعوب، استغلال طموحات الشعوب. تمام كده يا شباب؟ ده السؤال رقم 23 الإجابة ج. السؤال رقم 24 بيقول: انعكس انتصار قوات الحلفاء بالإيجاب على وضع مصر السياسي من خلال. طبعا لما الحلفاء انتصروا في الحرب العالمية الأولى ده انعكس بشكل إيجابي على وضع مصر السياسي من خلال تأكيد فكرة قيام الجامعة الإسلامية، ولا إبراز أهمية الوحدة الوطنية، ولا تحرير مصر من الاحتلال، ولا زيادة الارتباط بالتراب الوطني. طبعا لما انتصر الحلفاء في الحرب العالمية الأولى اللي حصلت هزمت الدولة العثمانية، فظهر تيار يدعو إلى القومية المصرية أو التمسك بالجامعة المصرية، أي أنه يكون هناك ارتباط وتقارب وانتماء لحاكم مصر وليس للدولة العثمانية. فده بيخليك أنت ارتباطك وقوتك بالأرض اللي أنت متربى عليها مصر أقوى من ارتباطك من أي حاكم عثماني تاني. خلاص هنا هيبقى عندنا ولاء وانتماء للحاكم بتاعنا بتاع مصر، مش هيبقى عندنا ولاء ولا انتماء
للدولة العثمانية، وهنا زيادة الارتباط بالتراب الوطني. لكن تأكيد فكرة قيام الجامعة الإسلامية ده غلط، هو المفروض جامعة مصرية. تمام كده يا شباب؟ يعني تنفع تأكيد فكرة قيام الجامعة بس تكون المصرية، لكن إسلامية لا، لأن مع هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى خلاص ما بقيش فيه ارتباط بالدولة العثمانية، بقي فيه ارتباط لحاكم مصر فقط. أما إبراز أهمية الوحدة الوطنية ده حصلت في الثورة، لما تحالف الأقباط مع المسلمين أو المسيحيين مع المسلمين، يعني لما رسموا علم وحطوا فيه طبعا إيه؟ علم مصر كان هلال وفي وسطه صليب. واخدين بالكم يا شباب؟ طيب السؤال رقم 25 بيقول إيه 25؟ تعد أي من قرارات سلطات الاحتلال البريطاني في مصر تعبيرا عن سوء التقدير وقصر النظر. مين في قرارات الاحتلال البريطاني بتعبر ان هم مش ما يقدروا تقدير صح وما عندهمش وجهة نظر صح؟ هل القيام بنفي سعد زغلول الى مالطا، ولا قبول هدنة الحرب العالمية الاولى، ولا عزل عباس حلمي الثاني من الحكم، ولا ابعاد سعد زغلول الى جزيرة السيشيل؟ طبعا اكبر خطأ وقعت فيه بريطانيا اثناء وجودها في مصر هو قيامها بنفي سعد زغلول الى جزيرة مالطا، لان لما نفت سعد زغلول لجزيرة مالطا طبعا ده كان ليه تأثير سلبي على وجود بريطانيا في مصر، ومن ثم اشتعال ثورة 19. وطبعا ثورة 19 كان فيه خسائر كثيرة لبريطانيا، يعني بعيد عن الوحدة الوطنية وخروج المرأة، ان ثورة 19 خلت بريطانيا تخسر آلافات وملايين لما المصريين عملوا إضراب عن المواصلات وعن الوظائف وعن الشراء وعن كل حاجة اللي هي المقاومة السلبية. فبريطانيا هي اللي طلعت خسرانة من الثورة أكتر. يبقى نفي سعد زغلول كان الشرارة التي أشعلت ثورة 19، ومن ثم عدم الاستقرار للوجود البريطاني في مصر في ذلك الوقت. تمام كده يا شباب؟ ده السؤال 25 هتكون الإجابة ألف. 26 سارت الحركة الوطنية المصرية حتى العقد الأول من القرن العشرين في خط موازي مع فكرة، طبعا الحركة الوطنية كانت ماشية مع خط موازي مع فكرة ده في العقد الأول من القرن العشرين، العقد الأول من القرن العشرين يعني معناها قبل الحرب العالمية الأولى، يعني من 1901 و2 و3 و4 لحد 1910 أو 1909، ده اسمه العقد الأول من القرن العشرين. الحركة الوطنية كانت موازية لمين؟ طبعا لو أنت قاري الدرس كويس في مقدمة الدرس بنقول إن الحركة الوطنية في ذلك الوقت كان مرتبطة بدولة الخلافة الإسلامية. الكلام ده في العقد الأول من القرن العشرين، يعني من 1900 ل 1909، أو فيما يخص بالضبط فترة محمد فريد ومصطفى كامل، أو مصطفى كامل ومحمد فريد على الترتيب. يبقى هنا صارت الحركة الوطنية في خط موازي مع فكرة إيه في العقد الأول من القرن العشرين؟ هل تفتيت وحدة العالم الإسلامي، ولا الاستظلال بعباءة العثمانيين، ولا التمرد على الجامعة الإسلامية، ولا الانفصال عن الدولة العثمانية؟ طبعا الارتباط بدولة الخلافة الإسلامية، باعتبار أن الدولة العثمانية هي وارثة الخلافة، يبقى به. وده ما ظهرش طبعا، اختفى تماما الاستظلال بعباءة العثمانيين. كلمة استظلال بعباءة العثمانيين يعني الارتباط بالدولة العثمانية، ده ما ظهرش خالص ولا كان موجود أصلا لما قامت الحرب العالمية الأولى. تمام كده يا شباب؟ يبقى 26 بقى. سؤال رقم 27 بيقول السؤال المقالي: دخول الدولة العثمانية حرب مع روسيا غالبا ما يؤدي إلى حدوث تغيرات سياسية داخل مصر. يعني حرب الدولة العثمانية مع روسيا غالبا يعني في أوقات كثيرة بيخلي فيه تغيرات سياسية كثيرة تحصل في مصر. استشهد على ذلك بمثالين مما درست. طبعا أول مثال بيعبر إن لما الدولة العثمانية تحارب روسيا بيحصل تغيرات سياسية في مصر. طبعا نتكلم على حركة علي بك الكبير الاستقلالية. لما الدولة العثمانية كانت بتحارب روسيا حصل تغير سياسي، إن علي بك الكبير زعيم المماليك انفرد بحكم مصر لما طرد الوالي العثماني. تمام كده؟ وده يعتبر كده بيستغل الظروف والسياسة الخارجية للدولة العثمانية مع روسيا، ويبقى كده منصب أو حدوث تغير سياسي في حاكم مصر. تاني مثال: لما قامت الحرب العالمية الأولى وانضمت الدولة العثمانية بجانب دول الوسط ألمانيا والنمسا ومعهم المجر بعد ذلك ضد دول الوفاق إنجلترا وفرنسا، قامت بريطانيا بإعلان الحماية البريطانية على مصر وعزل عباس حلمي الثاني. هنا عزل عباس حلمي الثاني وتعيين حسين كامل، وأخذ طبعا أو حصل على لقب سلطان. يبقى المثالين: علي بك الكبير خد الحكم من العثمانيين، عباس حلمي الثاني وبقى حاكم مصر السلطان حسين كامل.
دول المثالين المهمين جدا. رقم 28 بيقول بالرغم من استخدام المحتل أساليب العنف والإرهاب، ودي طبيعته طبعا، تجاه ثورة القاهرة الأولى أيام الحملة الفرنسية وثورة 19 أيام الاحتلال البريطاني، إلا أن موقف المصريين تميز في ثورة 19 بها. طبعا المصريين في ثورة 19 موقفهم تميز بها، اثبت بالدليل صحة القول السابق. تميز بالتنوع، كله شارك في المظاهرات، في وحدة قومية وطنية بين المسلمين والمسيحيين، أو العكس الأقباط والمسلمين عادي يعني. كمان المرأة شاركت في المظاهرات، وأكبر إجابة مهمة في السؤال ده إن المصريين استخدموا أسلوب المقاومة السلبية، إن هم انقطعوا عن العمل وعن الوظائف وعن إن هم يشتروا منتجات بريطانيا. تمام. فالمقاومة السلبية خلت بريطانيا تغير سياستها خالص، اللي احنا بنقول عليه دلوقتي، اللي هو نقول ايه، عاملين مقاومة سلبية، يعني ايه إضراب. المصريين عملوا إضراب عن كل حاجة. بكده نكون خلصنا الجزء الأولاني الصغير في الفصل الرابع بعنوان أحوال مصر قبل ثورة 19، وهنكمل مع بعضنا الفصل الرابع على طول بإذن الله. بس الأهم حاجة، لو أنت جديد في القناة ادعمنا بالاشتراك في القناة وإعجابك على الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد، وبإذن الله بإذن الله القناة دي هتكون وش السعد عليكم يا دفعة 2024، وإن شاء الله تحققوا كل اللي بتتمنوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.